حضراتكم وفقرتنا الأخيرة اللي هنختتم بيها حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله يكون ختام ومسك مع شوية فن وأحلى الأغاني اللي بصوت شبابنا المصريين اللي عندهم مواهب كبيرة جدا شاركوا بيها في برامج بتقدمها الفضائيات، برامج دولية زي أرب ايدل. محمود صادق النهاردة معانا شارك في أرب ايدل وله العديد من أغانيه وبيحضر دلوقتي أغانيه الشخصية كمان. هو مقيم في دبي لكن النهاردة هو معانا علشان يقدم بعض من أغانيه ونستمتع بيها مع حضراتكم. أهلا بيك يا محمود. اهلا وسهلا بك. صباح الخير يا محمود. صباح النور. صبح على الناس. صباح الفل. لا صبح بالغنى. طيب يلا صباح على الناس اتفضل. بالغنى. صباح الخير. طيب ماشي. في يوم وليله. في يوم وليلة ليلة جميلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. في يوم وليلة ليلة جميلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. عمري ما شفته ولا قابلته وياما ياما شغلني طيفه. عمري ما شفته ولا قابلته وياما ياما شغلني طيفه. وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه. نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتح ايديه. لقينا روحنا على بحر شوق وفضلنا نشرب ودبنا فيه. ومين يصدق يجرى ده كله ونعيش سوا عمري كله في يوم وليلة ليلة 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 ليلة. الله الله الله، ده أحلى صباح ده. نكمل ولا؟ طب نكمل بقى نكمل. تمام. جميل، رائع أغنية يلا رائعة معلش. بجد. ده وردة طبعا وبليغ حمدي. طبعا صح؟ وردة طبعا هاي. طيب يعني قولي دلوقتي انت بتغني بقى ايه ليهم في دبي؟ الاغاني المصريه ولا اغاني برضه والله خليجي؟ بغني كل الاغاني العربيه يعني انا بغني المصري بتاعنا طبعا، الطرب والشعبيات اللي هي عدويه الحاجات الحلوه بتاعتنا. دلوقتي طيب خليه معاك، خليه مش جنبك. مشكله. تمام يكون احسن. الشعبي واختلاف الذوق واختلاف الاتجاه في الاغاني الشعبي دلوقتي. اي اغنيه تطلع كده غريب يقول لك ده غنى شعبي يعني. والله هو الحقيقه يعني ملوش علاقه بالشعبي خالص، هو ملوش علاقه بالشعبي. الغنى الشعبي ده يعني قمه الفن وقمه التذوق طبعا يعني. طبعا طبعا. انا حاليا دلوقتي كمان بجهز غنوه شعبي بس يعني اللون بتاعها هي حاجه
دلع شويه بس يعني حاجه خفيفه وجميله كده. حاجه حلوه دي لا، برضه في جداً، الصبح ده يبقى جداً. لطيف. طبعا طب ما طبعا. تسمعها لنا يا محمود. مصر جميله بقى طبعا جميله بيك. ممكن سمعنا تسمعها لو يلا جاهزه نقول لو حاجة جاهزه. بس نقول، انا هقول الموال بتاعها كده. اتفضل تمام اتفضل. تمام. المايك معاك. يا تقيل قوي يا جامد يا جديد، جمالك بيحلى وبيزيد، وانا خايف لا يجرالي حاجة، الشر برا وبعيد، راعيني مرة وشوفني بعين، وساعتها اشوفك بالاتنين، وخد مني يا عمري يا عمري، وفوق كمان بوستين. فيها بقى كده يا جامد قوي، جميلة، انت جميلة. اصلي يا فخر الصناعة المصري. حاجه كده. جميل. حلو قوي. طيب قول لي بقى، انت يعني جايب العود معاك، يعني انت كمان بتعزف، انت بتلحن لنفسك يا محمود ولا حد بيلحن انا لك؟ عملت حاجه قبل كده يعني، هي اللحن الوحيد اللي عملته بصراحه كان اتكلم عادي. طبعا انا اسف جدا، انا ما عملتش حاجه، كنت اتمنى ان انا اعمل حاجه مصريه بس ما جاليش كلام جميل. بس كنت قاعد انا في الامارات قبل كده انا وصاحبي، فعملنا حاجه كده اماراتيه، جميل. لحن وطني اماراتي، حاجه جميله. لان بصراحه الامارات تستحق كل الخير وكل كلمه خير في ظهرها وفي حضورها كمان. اكيد اكيد حقيقي. لكن هنا مصر لسه ما عملتش حاجه لحد يعني ولا لنفسك؟ لا في مصر حاليا لا. انا بعمل الغنوه دي دلوقتي، الغنوه الشعبي بتاعتي دي اللي بعملها، شعبي كلاس برضو مش ديرتي. اللي انت سمعت لنا حاجة. الموال منها. طبعا. طيب هتسمعنا ايه تاني يعني؟ نسمع حاجه على العود كده. يلا اتفضل. انا عايزك تحط المايك تاني تمام، بس تمام. المشكله في النص. طيب. يعني نص المايك نفسه. اتفضل. زي ما انت. من النص نفسه. الناحيه التانيه ده هيعمل معانا مشكله المايك. ايوه. معلش تمام. هعطلك شويه بس لا، خلاص مش اهو مشكلة. تم بحمد مش الله. مشكلة. يلا. يلا بينا عشان احنا عايزين نطلع صوت العود بس معاك. اتفضل. تمام. هقول حاجه لأم كلثوم كده. يا ريت يا ريت. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، أنا تاج العلي في مفرق الشرق وذرته فرائض عقدي، أنا تاج العلي في مفرق الشرق وذرته فرائض عقدي، إن مجدي في الأوليات عريق من له مثله لياتي وبعد. صح. قول لي بقى، انت دخلت العرب ايدل واكيد كنت محضر عشان تنافس وتتقابل، ايه الاغنيه اللي انت والله انا اتقابلت غنيت بيها؟ خليجي وغنيت، انا غنيت 4 اغاني بس طبعا في مونتاج وكده. غنيت كتير مصري، بس الغنوه اللي اتذاعت عشان كان في حاجه دراميه بسيطه كده انا والفنانه احلام، فذاعوا الخليج. انا كنت اتمنى ان هم يذيعوا الحاجات اللي انا غنيتها كلها يعني، بس هي حاجه واحده اللي اتذاعت، هي اغنيه دانيال ولا للفنان عبد الله الرويشد، حاجه كده. احنا معاك، عايزين نسمع ال4 اغاني اللي معاك. انا غنيت انت عمري، يعني كوبليه منها،
وغنيت لسيرة الحب وغنيت لسيد درويش حاجات يلا طيب، اختار يا يلا محمود بينا. واحنا معاك. الحلوة دي متعجن في الفجرية والديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية. يلا بينا على باب الله يا صنايعية يجعل صباحك صباح الخير يا استعطية. صباح الصباح فتح يا عليم والجيب ما فيش ولا مليم. صباح الصباح فتح يا عليم والجيب ما فيش ولا مليم. يبقى المزاج رايق وسليم باب الهنا نابك يا رحيم. ده الصبر طيب عال ويغير الأحوال. ده الصبر طيب عال ويغير الأحوال. يلي معاك المال برضو الفقير له رب كريم. حاجة كده بسيطة. ايه تاني؟ غنينا انت مش هتكلم؟ يلا. غني على طول. طيب. دخيل الله وبعد الله دخيلك ولا ظنك ترد اللي انت خابك. هزمني الشوق الشوق وجبرني اجيلك يا منيتي يا سلام خاطري وانا احبك يا سلام. ليش الجفا ليش تهجرني وانا احبك 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 يا سلام. يا منيتي يا سلام خاطري وانا احبك يا سلام. ليش الجفا ليش تهجرني وانا احبك 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 يا سلام. جميل يا محمود. قول لي انت بتعمل ايه دلوقتي في الامارات؟ يعني بتشتغل يعني على الفن برضه؟ انا بشتغل فنادق 5 ستار في منطقه المارينا في دبي، منطقه الجي بي ار، كذا فندق يعني. طب انت سواء ناوي ليفل تكمل 5 في كده ستار. ولا يعني ان شاء الله ناوي ان انت تنزل مصر؟ انت عارف كل الناس بيجوا لنا مصر هنا عشان ينطلقوا من عندنا، طبعا فانت طبعا. ايه، انت مش ناوي ان انت يعني تبقى قاعد في مصر شويه مركز هنا بحيث ان ممكن أنا يكون لك حالياً فرصه دلوقتي انتاج شريط او غيره؟ حقيقي، ما انا حاليا دلوقتي انا بعمل الغنوه. ان شاء الله بتمنى يعني ان يكون في حد من المنتجين الكبار بتوعنا يعني يسمع الموضوع ويسمع صوتي ويعجبه الاداء اكتر. بس ان شاء الله يعني انا متفائل بالغنوه بتاعتي دي الجديده. ان شاء الله اتمنى ان هي تعمل حاجه حلوه وتسمع في الوطن العربي كله مش بس في مصر. يا رب ان ان شاء الله. انت لما دخلت تجربه الارب ايدل الناس كلها عايزه تعرف يعني البرامج دي هل هي فعلا بتساعد الشباب الجديد وممكن توجد لهم فرص، ولا هي بيبقى موضوع بس بتعمل زي احتكار كده لمده سنه والموضوع بينام بعد كده؟ هو فعلا بيساعد، اكيد بيساعد. يعني هو اكيد بيساعد، بس يعني بلاش نتكلم عشان في حاجات كتير انا جوايا مش عايز اقولها فهو كده تمام قوي يعني. بس هو من ناحيه بيساعد فهو بيساعد. تمام. لكن ليك ملاحظات طبعا البرنامج لان ناس كتير كان ليها ملاحظات بغض النظر بقى؟ لا هو الملاحظات كتيره قوي يعني تمام. بس انا ما بقدرش يعني بتبقى في حاجات ما اقدرش اقولها لان صحيح مهما كان برضو الناس اللي انا ممكن اتكلم عليها دي نجوم كبيره بس هي فرصه يعني، عارفه اي حد في الدنيا يعني جات له فرصه طلع بيها. صحيح. يعني نانسي طلعت بقى خصمك في مصر وكده، واستاذ راغب برضو عمل حاجات كده، وحسن الشافعي واحلام، ناس زي الفل بصراحه. يلا عايزين نسمع منك حاجه كمان يا محمود. تمام نسمع حاجه.
عيون القلب سهرانة ما بتنامش، لا أنا صحية ولا نايمة ما بقدرش يبات الليل، تبات سهران على رمشي وانا رمشي مدى النوم، وهو عيونه تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم، وهو عيونه تشبع نوم. روح روح يا نوم من عين حبيبي، روح يا نوم. شكرا. قولي بقى انت بتغني مين تاني؟ انا ملاحظه ان انت بتغني قديم، يعني معظم الحاجات قديم واحنا طبعا بنستمتع بيه. القديم هو الاساس، صحيح، هو المدرسه اللي اتعلمت فيها. طيب أنا قولي بقى ايه بتمنى، الجديد تاني؟ يعني انا نفسي اقول كلمه بس. اتفضل. انا بتمنى الاستاذ هاني شاكر، يعني هو حاليا دلوقتي هو ماسك النقابه الموسيقيه في مصر، ان ينظف المزيكا في مصر، بس لان انا بسمعه حاليا دلوقتي حاجات حرام. مصر صح. مصر مصر اسم يعني اسم كبير قوي. الفن دلوقتي ضايع جدا، اتمنى ان حاجه احنا بالتاكيد إن هو يعني هيكون احنا زيك برضه يا محمود. هنختم معاك بايه؟ نختم. تحب تسمعوا ايه؟ يلا زي ما انت بس انت طول اللي معانا تجهز. شويه بقى، يلا. اغنيه طويله شويه. يلا اتفضل. اغنيه طويله. اسمر يا اسمراني من اساك عليا، لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. اسمر يا اسمراني من اساك عليا، لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه، بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه، ومطول غيابك ليه، قولي ليه ناسي ليه، ليه اسمر. اسمر قلبي في نار 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 عذابي ونار ظنوني. يسمر فكر احتار احتار الشوق ضراني، سهر عيوني الجرح اللي في قلبي زاد داوي والدمع اللي في عيني زادري لا انا بشكي ولا بحكي، بس قولي يا حبيبي. اسمر يا اسمراني من اساك عليا، لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. اسمر يا اسمراني من اساك عليا، لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه، ومطول غيابك ليه، قولي ليه ناسي ليه، ليه
اسمر. نورتنا محمود، نورتنا واحسنت، وان شاء الله بنتمنى لك التوفيق باذن الله. شكرا جزيلا ليك، شكرا جزيلا يا نهله. شكرا ليك يا طارق. كده بنكون وصلنا لختام حلقتنا، شكرا ليكم، وغدا ان شاء الله مجموعه جديده، ومصر دايما جميله بحضراتكم. الى اللقاء.